نربط الاتصال مباشرة الآن مع الضحية الذي تعرض للسرقة كما تابعنا في هذا الفيديو، وهو من سجل هذا الفيديو أثناء تعرضه للسرقة وتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك سيدي الكريم. الو، السلام عليكم. سلام. هل يمكن أن نوضح الآن صورة أكثر للمشاهد الكريم وكل من يتابعنا اللحظة؟ صحيح أن الفيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احنا في قناة النهار بثيناه منذ قليل. نريد تفاصيل فيما يخص القصة حتى يعرف المشاهد الكريم ماذا جرى بالتحديد. اخي، هذه البارح انا كنت نتصفح في صفحات الفيسبوك، لقيت واحد المنشور في الفيسبوك على انه هو يبيع العملة الصعبة. عنده مبلغ 2500 اورو، 2500 اورو للبيع. تواصلت معه انا على الخاص، قلت له اسكو تقدر تبيع لي المبلغ؟ قال لي نقدر نبيعه لك ب2 ملايين ونص اورو. قلت له نقدر نجي لك العاصمه تعطيني الرقم الهاتف نتاعك؟ قال لي مش مشكل اخي. عطاني الرقم الهاتف تاعو، بقيت نتواصل معاه حتى وصلت للعاصمه. انا نسكن في بويرات، نقلت حتى للعاصمه باش نشري عليه المبلغ. كي وصلت انايا للقبه، ما نعرفش انايا الداير بيا، وصلت للقبه قال لي روح كيما لابيسين تاع القبه. انا نمشي ونسقسي وين جايه لابيسين تاع القبه. كي وصلت لحقت لهذا السيد، هذا كان يحكي معايا هو في التليفون، طلع معايا في الطوموبيل، طلع معايا من اللور، قال لي اوكي انا هو اللي راني نحكي معاه. قلت له هاك المبلغ حسبه. بقى هو يحسب، بقى هو شد المبلغ، قال لي اصبر نعيط لماما بوك تبعث لي مع خويا، تبعث لي دراهم. شد التليفون وقعد زعما يعيط في التليفون، هو راه يعيط لصحابه. انا راني داخل السياره تاعي وراكب معايا من اللور. انا خسرت في الرادرفيزور، شفت 3 جاييني بلماس وسيوفه. جيت نهبط من الطوموبيل، قال لي اطلع ما تخافش، جا راح يحكمني من رقبتي باش راح يذبحني ديراكتومون، باش راح يذبحني. انا غير شفته ديجا راح يحكمني، ديجا تبعته وهربت. شديت المفتاح تاع السياره تاعي وهربت. هو جاي يجري مورايا باش كي شافني فيلمي، جاي يجري مورايا باش يحي لي تليفون. هو راه يجري، زوج راهم يجروا مورايا وزوج الاخرين خليتهم في الطوموبيل. حتى وين راحوا للسياره بيكانتو، من نوع بيكانتو، زوج اللي ركبوا في السياره بيكانتو وزوج الاخرين ما على باليش منين راحوا. كي عاودت انا رجعت للسياره، لقيت الكواغط كامل ما كاش، حتى الدراهم اللي كانوا عندي في السياره زادوا داوهم من غير اللي عطيتهم لهم. عطيت لهم انا مبلغ 50 مليون في ساشي و20 مليون داوها لي من تحت الكوفر. تتخيل يا اخي، قرعه تاع بارفا، ريحه داوها بارفا، فيستا تاعي داوها من الطوموبيل، صرف ما كاش كاع داوه. ثم داولك 90 مليون. دولي 50 مليون في ساشي و20 مليون من الطوموبيل من تحت الكوفر، 70 مليون المبلغ. 70 كلش. 70 مليون هذا المبلغ، و 700 الف ولا 800 الف هذيك كانت ثاني كيما الفيتاس تاع الطوموبيل، هذيك ما عديتهاش، هذيك ما حسبتهاش. والله يا اخي سلكت من موت محقق. كنت راح كان الطوموبيل راح يسرقوها لي وكنت راح نتذبح انا، باسكو الموت شفتها بعيني. حتى نوضح أكثر، تعرضت لسرقة، تعرضت في البداية لنصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها تعرضت لسرقة ومحاولة اغتيال في نفس الوقت. اكزاكتومون يا اخي، والله العين الموت شفتها بعيني. كان راح يذبحني، كان راح يسرق لي حتى السياره. هذا ما راح يدي لي غير الدراهم برك. هذا باسكو في التليفون كي كنت نحكي معاه كان يقول لي مع من راك، واش من الطوموبيل راك جاي بيها. كان راح يقتلني، كان راح يذبحني، لو كان ما تفطنتش برك راح يذبحني. والحمد لله، وعندي معاهم موعد امام الله يوم القيامه، الله ما نسامحهم. بعد السرقة وبعد الاعتداء عليك، أنت قمت بتسجيل الفيديو الذي نتابعه الآن أثناء ونحن نجري معك هذه المكالمة. قمت بتسجيل هذا الفيديو بعدما تعرضت للسرقة أنت، وحاولت أن توثق ما حدث، صحيح؟ نعم صحيح أخي. أنا غير هبط، ما عنديش حل آخر من غير الهاتف النقال اللي نصور به وندير به فيديو. هما كانوا بالسيوفة وكانوا بلمات، زوج الاخرين كانوا بالسيوفه، وهادو ديجا كانوا بلمات. هذا واحد راه يجري مورايا، او دراهمي دايرهم تحته، اللي راح يجري ويركب في البيكانتو الاول، او دراهم دايرهم تحته. والثاني هذاك اللي كان لابس القري، الموسى الخباه. انا كان لازم عليا نجري نهرب ونصور، باسكو ما نقدرش نعافرهم ولا نتشاجر معاهم، باسكو كانوا رافدين لمات.
الحي هناك كان حي خالي، يعني ما كان حتى واحد فيه. ما كانوا اصحاب السيارات، يعني كانوا يشوفوا كاع اصحاب السيارات كانوا يشوفوا، ولا واحد فيهم تدخل، ولا واحد فيهم تدخل، يعني والله للاسف. عجب يعني. انت رفعت شكوى لدى المصالح الامنيه تقدمت هناك الى المصالح بان الامنيه، نعم. نعم. تقدمت الى المصالح الامنيه وقدمت شكوى. وقدمت الفيديو ايضا الذي قدمت الفيديو صورته. وقدمت الصور، وتنقلوا الى حادث المكان، وقدمت لهم كل شيء، اعطيت لهم كل التفاصيل. نعم، نتمنى أن تحل هذه القضية أكيد، ويأخذ كل واحد حقه. على كل، سلامة راسك سفيان العجابي، تاجر من ولاية البويرة، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى صراحتك أيضا.